ايه اللي هيحصل لو انت واخد قرض من البنك وما سددتش اللي عليك؟ اول حاجة حضرتك هتدفع فايدة اعلى من اللي انت كنت بتدفعها قبل كده. مثال لكده، لو انت مثلا خدت من البنك قرض مبلغه مثلا 100,000 جنيه وحضرتك بتدفع عليه فايدة سنوية 12%، بس مثلا انت اتأخرت في سداد 20,000 جنيه، حضرتك لازم تبقى عارف ان البنك بدل ما كان بيحاسبك على 12% بالنسبة لل20,000 جنيه، لا هيحاسبك مثلا على 15%، 16، 14 حسب الورق اللي انت ماضي عليه مع البنك. ده بالاضافة ان فيه بيبقى بعض غرامات التأخير. مش بس كده، ده كمان لو حضرتك واخد القرض ده بضمان شهادة او وديعة في البنك، لازم تبقى عارف ان البنك هيكسر الشهادة او الوديعة دي قبل نهاية مدتها علشان يسدد القرض. وطبعا حضرتك عارف ان البنك علشان يكسر الوديعة او يستردها قبل نهاية مدتها ويسدد القرض، طبعا انت عارف ان انت مش هتاخد مبلغ الوديعة او الشهادة كاملة. ليه؟ لان انت كان المفروض مثلا تاخد فايدة عليها 12%، 14 حسب ما البنك متفق معاك، بس عشان انت استردتها قبل ميعادها، حضرتك بدل ما هتاخد مثلا 100,000 جنيه لا هتاخد 95,000، 93,000 حسب القيمة الاستردادية للشهادة وقت الكسر. اما بقى لو حضرتك واخد القرض ده بضمان مش اوعية ادخارية ثابتة، يعني مثلا بضمان المرتب بتاع حضرتك لازم تبقى عارف ان البنك هيبتدي يرفع عليك قضايا علشان يسترد فلوسه، وطبعا عداد الفايدة وعداد الغرامات شغال. كل ده بقى كوم، والاي سكور ده كوم تاني. يعني ايه الاي سكور ده؟ حضرتك ده عبارة عن اكنه مثلا سجل متسجل فيه بيانات كل الناس اللي واخدة قروض في مصر، سواء كانت من بنوك او اي جهة تاني بتمنح القروض زي شركات التمويل العقاري او اي جهة تاني بتمنحها القرض، وبيبقى متسجل فيه بيانات القروض اللي حضرتك واخدها، زي مثلا مبلغ القرض، مدته، القسط اللي عليه، حضرتك سددت ولا لا. فلازم تبقى عارف ان انت لو ما سددتش القروض اللي عليك في ميعادها، الاي سكور بيتبلغ بالكلام ده، فاي حد تاني هيجي يقرضك اي مبلغ من المال باي شكل من القروض هيبقى عارف ان انت ما بتسددش، فمش هتعرف تاخد اي قروض جديدة. ده غير بقى ان انت لو واخد مثلا كارت ائتمان اللي هو بيعتبر نوع من انواع القروض وما سددتش اللي عليك، كارت الائتمان ده هيقف. بالاضافة لكده ان هتلاقي في اغلب عقود القروض ان ما كانش كلها اللي هي بتمنحها البنوك للافراد، هتلاقي ان البنك بيقولك ان هو اي وديعة او اي فلوس موجودة في حساب حضرتك سواء كانت بالعملة المحلية او بالعملة الاجنبية، البنك ممكن يستحوذ عليها علشان يسدد القرض. بس السؤال هنا، ليه البنك بياخد كل الاجراءات دي علشان يجبرك ان انت تسدد القرض في ميعاده؟ حابب اقولك ان وظيفة البنك ان هو ياخد اموال من المودعين وان هو يسلفها لناس تانية. يعني حضرتك بالبلدي كده لما بتاخد قرض وما بتسددوش، انت خدت فلوس واحد تاني وما رجعتهاش للبنك، فالبنك هو امين على فلوس المودعين. مش بس كده، هو لازم يستغلها افضل استغلال والاستغلال الامثل علشان يجيب بيها ارباح يغطي بيها فوائد اللي هيدفعها للمودعين، ويبقى ليه هو هامش ربح علشان الناس اصحاب البنك والناس حملت الاسهم مثلا لو البنك ده مقيد في البورصة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو لايك وشير وفولو. انا ايهاب يعقوب ودي بانكينج شانل.